السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى ايه؟ قمر الدين. حاجه حلوه كده وسهله جنب الفطار. احنا حطينا هنا، قطعنا قمر الدين وحطيناه في الحله. قطعناه قطع، طبعا هو لسه بيهوش، لسه كنا سايبينه من بدري. فهنبدا ايه؟ نولع عليه النار بقى، نشغل النار بتاعتنا ونبدا نعمله. وهنبدا بقى نقلبه. طبعا هو لما بنسيبه كذا ساعه كده بيبدا يبوش لوحده مع الميه السخنه. طبعا بيبدا ايه؟ يدوب كده في الميه. فاحنا ايه؟ حطيناه واحده واحده. طبعا احنا بنعمل الكميه اللي احنا محتاجينها، بنزودش. ممكن طبعا مجهزين له بقى جوز الهند والزبيب، ولو حد حابب يحط مكسرات او سوداني مفيش مشكله. كله بينفع يا جماعه. طبعا فك معانا يا جماعه. هنبدا نحط ايه؟ السكر. طبعا كميه السكر اللي احنا محتاجينها، مش هنزود. اللي بيحبوا مسكر زياده عن اللزوم برضو يعني دي اختيار يا جماعه. بس احنا بنحط الاول، وبعد كده هنشوف الكميه اللي احنا ايه؟ مناسبه ولا مش مناسبه، عشان نبدا. قبل ما نحط النشا لازم نتاكد من كميه السكر مناسبه ولا لا لينا. احنا كده هنا السكر بدا يدوب يا جماعه. فهنبدا نجهز بقى ايه؟ النشا بتاعه زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن نشيل الريم من على الوش دوت. طبعا قمر الدين بالذات يعني من حاجه اساسيات رمضان معانا. فاحنا هنبدا كده بقى ايه؟ نجهز نجهز النشا بتاعه. طبعا انا خدت هنا النشا 4 معالق بالمعلقه دي يا جماعه، زي معلقه الاكل بالظبط كده، او 4 معالق كبار يعني. طبعا حسب الكميه بنزود. انا حطيت دي بالتقريب برضو يعني. انا ممكن تكون محتاج تاني، ممكن يكون مظبوطه. فدي ايه؟ الحاجه اللي هي في الوسط يعني. نحط جزء وبعد كده نشوف لو محتاج تاني نبدا نحط. بنقلبه الاول كويس زي ما احنا شايفين عشان يفك معانا. بعد كده بنبدا ننزله ايه بقى؟ واحده واحده. نهدي النار. نبدا ننزله بقى واحده واحده هنا عشان ما يتكلكعش مننا. هو بدا يتقل اهوت لو انتوا شايفين، بدا يتقل معانا. بس طبعا مش هنوقف التقليب دلوقتي. لو حسينا انه محتاج برضو نشا تاني ممكن نحط معلقه او اتنين. نستنى عليه شويه بقى يبدا يغلي تاني. الحقيقه انا هنا حاسه انه عايز معلقتين تاني يعني. انا هحط له معلقتين تاني. ممكن يكون عشان استعملت المعلقه ديت اللي هي البلاستيك دي. ممكن كده بدا يتقل، بدا تحس بانه يتقل اهو. يعني الكميه دي محتاجه مننا قول 6 معالق نشا بالمعلقه اللي هي لو الصغيره، 5 لو بمعلقه الاكل الكبيره. طبعا انا بقلبه كده عشان النشا ما يعملش كلاكيع يا جماعه. لحد ما يستوي معانا نقلب كويس. والافضل ان احنا نعمل بالمضرب اليدوي دوت.
فبقى هنستنى عليه 5 دقايق بالظبط يغلي، وبعد كده نبدا نطفيه. كده خلاص احنا بقى هنبدا نطفي عليه النار ونسيبه يبرد، وبعد كده نحطه في الاطباق. ونحط عليه جوز الهند والزبيب او المكسرات، اي حاجه احنا مختارينها يا جماعه. فاحنا هنسيبه يبرد دلوقتي. فرجعت لكم تاني. احنا كده هنا حطينا القمر الدين في الكوبايات والكاسات بتاعته، وهنبدا بقى، هو بارد طبعا شويه، فهنبدا نرش عليه جوز الهند. طبعا زي ما قلنا يا جماعه، سوداني، زبيب، مكسرات، كل واحد الحاجه الموجوده والحاجه اللي بيحبها. انا بقى هحط له جوز الهند والزبيب وارجع له. ورجعنا لكم تاني. احنا هنا كده خلصنا قمر الدين وحطينا الزبيب وجوز الهند عليه. اتمنى انه يعجبكم. حلو في رمضان، حاجه سهله وكل بيحبها، وتقريبا من اساسيات رمضان يعني. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا. اجمل تحليه في رمضان قمر الدين بجوز الهند والزبيب او المكسرات، دي اختيار يا جماعه. حاجه سهله وخفيفه وكلنا بنحبها، وتقريبا من اساسيات رمضان.